طلاب تالتة اعدادي، ركز معايا دلوقتي عشان اللي هتسمعه هيكون مهم جدا بالنسبه لك وبيلخبطك كالعاده. هقول لك دلوقتي ترتيب الوزارات اثناء واحد اسمه توفيق باشا. طيب توفيق باشا ده اول وزاره جت في عهده كانت بقياده واحد اسمه رياض باشا. رياض باشا ده كان معروف بميوله للاجانب، فالمصريين كانوا زهقانين منه وعايزين يشيلوه. فاحمد عرابي عمل مظاهره شهيره جدا اسمها مظاهره عابدين، كان بيطالب باقاله وزاره رياض باشا. فالخديوي توفيق وافق غصب عنه، طبعا وافق ان هو يشيل وزاره رياض باشا. وبعد كده جه واحده مكانها كانت بقياده واحد اسمه شريف باشا. ولكن حصل مشكله كبيره جدا ما بين شريف باشا ومجلس النواب، لان شريف باشا ما كانش عايز يناقش الميزانيه عشان ما يصطدمش بالدول الاوروبيه، ولكن مجلس النواب ما كانش عاجبه الكلام ده وكان عايز يناقش الميزانيه، فاضطر شريف باشا ان هو يقدم استقالته. بعد كده هيجي واحد بعديه اسمه